السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناة وصفات بسيطة مع سارة. نتمنى أنكم تكونوا بخير وبصحة جيدة. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم طبق إيطالي اللي هو اللازانيا بطريقة مختلفة ورائعة جدا. خليكم معايا باش تشاهدوا طريقة التحضير والمقادير في باقي الفيديو. إذن أول حاجة بسم الله على بركة الله غادي ندير الزبدة في المقلاة، واحد الملعقة كبيرة ندوبها، ونضيف كذلك واحد الكمية ديال زيت الزيتون، ممكن تعوضوها بالزيت النباتية اللي بغيتو. المهم انا تندير زيت الزيتون وغادي نخلي الزبدة تذوب وتنسجم مع الزيت. وغادي ندير هنا عندي بصل مفروم جيدا مع قليل من الكفتة ديال لادانت، غير واحد شويه كتبقى هي اختياريه. اذا ديجا عندي تما الثوم مطحون واحد 3 ديال الفصوصه مع البصل، وضفت التوابل اللي هما ملح وابزار، وكذلك عندي مع البصل قليل من المعدنوس والقزبور وقليل من الزعتر. اذا غادي نخلي المكونات تيطيبوا شي شويه، وغادي نضيف الان الكفته ديال اللحم، يعني ماشي ديال لادان، الكفته ديال الغنمي او الكفته ديال البقر. حتى هي ديجا فيها جميع التوابل، والبصله حتى هي فيها بصله محكوكه. صافي غادي نقادها بهذه الطريقه ونخلي الكل يطيب مزيان على نار جد هادئه. نمر للمرحله الثانيه وهي الاوراق ديال اللازانيا. تنسلقهم، لكن يعني تياخذوا فقط واحد دقيقه او ما كاملاش، يعني تنحطهم في ماء ساخن تتغلى مره واحده وتنحيدها. تنسلق وحده بوحده، ما تنسلقهمش مجموعين. تنحط وحده حتى تتسلق ونحيدها ونحط وحده اخرى، لان فاش يتسلقوا مجموعين تيلتصقوا في بعضياتهم وصعيب باش يتحيدوا. اذا كما تشوفوا دغيا غير تتبقى شاده النيت في راسها، يعني ما مسلوقاش 100%. اذا هنا عندي لاصوص بيشاميل اللي سبق لي حضرت معكم في الكوزاميه او الباستيشيو. نخلي لكم الرابط باش تعاودوا تشوفوها اللي ما شافش صلصه البيشاميل. اذا غادي ندير بهذه الطريقه كما شفتوا صلصه البيشاميل، ورقه وصلصه البيشاميل، فوق منها الورقه الثانيه، ثم صلصه البيشاميل والكفته اللي طيبت، ومربع ديال الجبن ممكن ديروا الموتزاريلا، ونجمعهم بهذه الطريقه كما تشوفوا معايا. يعني انا درت اللازانيا ماشي كيف ما تنديروها دائما، يعني ورقه فوق ورقه فوق ورقه، انا درتها بهذه الطريقه كما تلاحظوا معايا. اذا غادي نتابع نعاود معكم الطريقه. كما تشوفوا الورقه راه مازال شاده في راسها، غير المهم انها تتطوى ماشي تجي تطوى وتهرس. اذا غادي نحط قليل من صلصه البيشاميل، نحط كذلك هنا الورقه الثانيه ديال اللازانيا وصلصه البيشاميل. اشاره فقط، راه كتب لي ولدي في يديا وما شفتها حتى جيت حتى صورت وكملت عاد تلقى حرف ام في يديا. تنعتذر على هذا. وغسلتها وصحابني تحيدات وهي ما تحيداتش. اذا غادي نتابع بنفس الشكل، ندير الكفته مع البصل اللي شحرت، ثم المربع ديال الجبن كما قلت لكم تيبقى اختياري، اي جبن عندكم متوفر، ونجمع بهذا الشكل الاطراف حتى نحصل على هذا الشكل هذا. اذا غادي نتابع بنفس الطريقه. انا درتهم في هذا المول هز لي 4 بهذا الشكل، خليت فراغ بيناتهم، وغادي ندير قليل من صلصه البيشاميل فوق منهم، لانني غادي ندير الطبقه الثانيه عاوتاني بنفس الشكل، يعني غادي ندير 2 طبقات ديالهم. غادي ندير قليل من صلصه البيشاميل، كذلك غادي نضيف قليل من الموتزاريلا تتبقى اختياريه، وغادي ندير الان الطبقه الثانيه بنفس الطريقه، يعني 2 اوراق بهذا الشكل ديال زائد، ثم صلصه البيشاميل والكفته ومربع ديال الجبن ديال الساندويتش او تشيدر او اللي متوفر عندكم. انا كان عندي متوفر هذا ديال البرجر هو اللي استعملت، تيضيف حتى واحد المذاق رائع.
انا غادي نتابع بنفس الطريقه حتى نكمل اوراق ديال اللازانيا ديالي. تتبقى كميه اختياريه حسب عدد الافراد. كما تشوفوا تنقلبها ما تتقطعش، الا تقطعت عرفوا ان مازال خصها شويه تسلق. هنا صافي، هذا هو الشكل ديالهم. انا غادي ندير هنا كما تلاحظوا معايا الطبقه الثانيه، يعني شي طبقه ثانيه فوق الطبقه الاولى. والان غادي نزيد ندير قليل من صلصه البيشاميل بهذا الشكل. صلصه البيشاميل اصلا عندي ديجا فيها الحبق، الزعتر، الكوزه بحال اللي حضرت معكم سابقا. هنا غادي نحك فوق منه هنا الفرماج ديال الموتزاريلا بهذا الشكل، يعني حتى نحاولوا نغطيو الجوانب كاملين باش يعطينا داك لو غراتيناج. وصافي غادي ندير هنا قليل من الصلصه ديال الطماطم. هذا النوع هذا يعني تيكون جاري او ممكن تصاوبوها في الدار بهذه الطريقه في الفراغات اللي بقاو بهذا الشكل. كذلك زينتها بقليل من بعض حبات ديال الطماطم او طوماط سيريز، وغادي ندخلها للفرن طيب من التحت ثم طيب من الفوق، تحمر تقريبا واحد 30 دقيقه. وهذا هو الشكل النهائي ديالها من بعد ما طابت وتحمرات. زينتها بهذا الشكل، درت البيض على شكل وريدات وطوماط سيريز بهذه الطريقه. هذه غادي نحلها معكم باش تشوفوها من الداخل. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، كذلك خليوا لي جيم وتعليق ليصلكم إن شاء الله كل جديد. شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء إن شاء الله في الفيديو القادم بحول الله.